بصراحة يا دكتور هو اللي اختار يمشي وانا اللي اتوجع دايما. يمكن العيب فيا، يمكن انا قلت حاجة ضايقته، انا ما اتحبش، ما حدش بيحبني يا دكتور. انا اتظلمت كتير قوي، بس انا عمري ما ظلمت حد معايا، كنت بستحمل عاكي على نفسي كتير. واقول معلش اصبري تحملي فترة وتعدي، مش لازم نساعد بعض. انا بس بدافع عن نفسي وبفضفض معاك. الصراحة يا دكتور، أنا في الشغل أنا الوحيد اللي بشيل الشغل، وفي الآخر هم ياخدوا الشكر والتقدير. لما بقول رأيي يقولوا عليه سلبي وما ينفعش، رغم إن بيكون صح. هم مضطهديني ومحدش بيقدرني ويحبني. هم بس مخليني معاهم عشان مش لاقيين حد تاني غيري. الصراحة أنا عندي مشكلة كبيرة مع الخدام في الكنيسة. محدش فيهم بيسأل عليا ولا يكلمني غير لما يكونوا محتاجين مني حاجة. تخيل لما يكونوا طالعين مؤتمر ولا رحلة، محدش فيهم يفكر يكلمني غير لما كل الناس تحجز يبقى في اماكن فاضيه، وكاني كمالة عدد بدل ما الاتوبيس يطلع فاضي. انا بحس ان هم شايفيني اقل من مستواهم الاجتماعي، وهم بيلبسوا براندات ومعاهم عربيات وكلهم معاهم ايفونات، وانا اقل واحد فيهم، محدش منهم بيعبرني. انا الصراحه في الكنيسه ما اعرفش التسيب ابدا. انا احب اكلمهم واقول لهم عشان يغيروا حياتهم، انا غيروا على عمل الرب وعلى خدمه الرب، والحق الصراحه لازم يتقال حتى لو هيوجع. التسيب في الخدمة ده ما ينفعش، حد يجي لي مرة ويغيب لي 10 على مزاجه. لا، اللي مش عاجبه خلاص ما يجيش، واحنا هنشوف بديل عنه، في كتير عايزين يخدموا بيت ربنا والكنيسة والنعمة. مش تسيب خالص. هما فاكريني عشان انا بنت في الشغل ابقى سهلة يعني؟ لا، هما ما يعرفوش انا عملت ايه عشان ابقى مديرة في المكان ده وفي الشركة دي في البوزيشن ده. الموظفين دول صعبين، ما يشتغلوش غير بتعليماتي وتوجيهاتي، وانا مش قاسية ولا حاجة، انا بس واقعية، انا بحب النتائج واهم حاجة عندي نتائج. ولا هما عشان فاكريني بنت هبقى لذيذة كده وفرفوشة معاهم؟ لا خالص. تخيل بقى في الشغل، انا لما غبت يوم واحد بس الشغل وقف، التيم ما كانش عارف يعمل حاجة من غيري. ولو مشيت من الشغل محدش هيعرف يدير المكان غيري. انا ما بقولش لا على اي شغل يجيلي، حتى لما بخلص يبقى برضه بعد وقت الشغل بقعد واشتغل. البنت هند دي كانت تايهة، وأنا لما قابلتها كانت ضايعة، وقررت إني أنا ما أسيبهاش، وحاولت أرجعها لنفسها، وما قدرتش أسيبها لما حسيت إن هي محتاجاني. حتى لو كانت مشاعرها وهرموناتها ومودها كل يوم في تقلب طالع نازل، أنا مش ممكن أسيب حد موجوع ومتألم، أنا لازم أساعده. أنا كنت واضح الصراحة مع مرمر من الأول، بس هي اللي ما سمعتنيش. لو كانت سمعت كلامي ما كناش وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. انا كنت بحميها من نفسها لما بقول لها تعليماتي وبقول لها نصايحي. في الكنيسة أنا ربنا مديني نعمة وبركة كبيرة قوي، كل الناس بتحبني وما اقدرش اسيب الخدمة حتى لو يوم واحد بس. انت عارف يا دكتور لو انا سبت الخدمة بس البلاد كلها تمشي، ما تجيش تاني. هما بيقولوا ان الخدمة ما بتقفش على حد، بس الصراحة كده من غير لف ودوران ومن غير شعارات، انا لما سافرت شهر الاجتماع وقع وكان هيقفل، وده مش بشهادتي انا، ده بشهادة البنات، بس هعمل ايه؟ ما بحبش اتكلم عن نفسي. ونقول مسا مسا على الناس الكويسة والمسهوكة والمتفزلكة. في فيلم اسمه ذا دارك نايت، العالم كله بيجري ورا باتمان، واحد من أبطال الفيلم اللي بيحاول ينقذ المدينة من الفوضى اللي حاصلة. بس في شخص تاني، الجوكر، الراجل اللي مش عايز يسرق بنك ولا يحكم العالم حتى، هو بس عايز يشوف الدنيا بتولع. بس الغريب، الجوكر يا فزلوك الصغير بيحب باتمان، بس مش حب رومانسي طبعا، لا ده حب الإدمان. وفي آخر الفيلم وفي مشهد غريب يبص له ويقول له You complete me، انت بتكملني. الجملة دي يا فزلوك الصغير بتتقال في الأفلام الرومانسية، بس مش هنا، لأ دي مش جملة حب، دي جملة احتياج، جملة إدمان. دي جملة بتقول أنا من غيرك ماليش هوية، ماليش معنى، ماليش وجود. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو دوت، وسبسكرايب لو بتشوف الفيديو على قناتي على يوتيوب، أحسن أحولك باتمان بجد. يلا قوم جهز لك فنجان اسبريسو دبل شوت وهات لي واحد معاك، ولا كاس المرة دي، وإلا هدخلك في المافيا معاهم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم فزلكة وشوية دردشة، اللي بنناقش فيه موضوعات روحية ونفسية واجتماعية. المرة دي والثلاث مرات الجاية هنتكلم عن موضوع مهم جدا، اللي هو مثلث الدراما، المنقذ والضحية والجلاد. اللي حصل بين باتمان والجوكر مش صدفة، ده مش صراع بين الخير والشر زي ما احنا بنسميه أو بنحب نقول كده. في الحقيقة ده صراع بين احتياجات بشرية متلخبطة، كل واحد فيهم في الحقيقة محتاج التاني عشان يحس انه موجود وليه فايدة. الجوكر محتاج الشر عشان يثبت ان العالم فاسد،
وباتمان محتاج برضه الشر عشان يثبت إن ليه دور وعشان يثبت إن هو لسه خير. اللي شفناه في السكتش ده كان مشهد من نفس المثلث، بس الحقيقة إنه التلاتة نفس الحكاية، واحد ينقذ والتاني يجلد والتالت يتأذي، وكلهم مقتنعين إن هم الصح. كل واحد بيحاول يكمل نقصه جواه بالتاني، زي ما الجوكر محتاج باتمان، باتمان محتاج الجوكر. كاربمان طبيب نفسي كان قاعد في سنة 1968 لا ليه ولا عليه، وكان قاعد بيراقب الناس واكتشف ان مفيش مشهد بريء ابدا، وطلع بمصطلح جديد سماه مثلث الدراما، وقال كلنا بنعيش في مسرحية من 3 أدوار: المنقذ، الضحية، الجلاد. وهو ده المثلث اللي بيشرح حاجات كتير جوانا بتحصل، وده غير مثلث برمودا يا فزلوك الصغير، ما تخافش. دي مش أدوار بنختارها بإرادتنا، دي حاجات اتزرعت فينا من زمان قوي وبنكررها في اللاوعي كل يوم واحنا فاكرينها طبيعتنا. يعني يا فزلوك الصغير مفيش حد بيصحى الصبح ويقول صباح الخير هقضي النهارده منقذ ولا ضحية، بس في الواقع اللاواعي يا فزلوك الصغير هو اللي بياخد الدركسيون وبيسوق واحنا بنركب ورا. كاربمان قال إن العلاقات المؤذية دي دايما فيها التلاتة دول، وممكن يبدلوا الأدوار جوه الصراع في أماكن مختلفة، كأنها بالظبط لعبة الكراسي الموسيقية. المنقذ عايز الشر عشان يثبت إنه خير، والجلاد عايز الضعف عشان يحس بالقوة، والضحية عايزة الاتنين عشان تحس إن هي مهمة، ودايرة بتلف حوالين نفسها من غير نهاية. يعني مثلث الدراما ده شغال كويس جدا، احسن من مثلث برمودا. الفرق ان في مثلث برمودا هتختفي مش هترجع تاني، بس في مثلث الدراما احتمال انك ترجع تتعافى. كل واحد بياخد مكسب نفسي صغير منه، الضحية تاخد تعاطف، المنقذ ياخد تقدير، والجلاد ياخد سيطرة وتحكم، بس كلهم بيخسروا نفس الشيء: الهوية والوجود والذات الحقيقية. على فكرة جوه كل إنسان احتياج طبيعي جدا مش شرير بس موجوع. الضحية عايزة تتشاف وتتحب بس من غير مسؤولية، الجلاد عايز يتشاف بس بطريقته السيطرة، المنقذ عايز يتشاف ويحس بقيمته. في الواقع يا فزلوك الصغير مش كل مساعدة حب، ساعات بتكون محاولة الهروب وإخفاء جروحنا في مراية غيرنا. يعني التلاتة بيقولوا نفس الكلمة: بصولي، عايز اتشاف، بس كل واحد بيغنيها بلحن مختلف وبيلعب دور مختلف. بصولي زي ما تلاقيك دلوقتي يا فزلوك الصغير بتسألني وتقول لي والفيديوهات اللي انت بتعملها دي ليه؟ طبعا عشان اقول لك بص لي وعبرني بلايك وشير ولا سبسكرايب حتى. تعال نشوف المثلث ده في الحياة من حوالينا عامل ازاي. على سبيل المثال البيت مثلا، الام اللي مش عارفة تقول لا لاولادها وخايفة تطلب منهم حاجة أو تقول لهم لأ على حاجة فيسيبوها ويتخلوا عنها ويعتمدوا على نفسهم وما تحسش بالقيمة والأهمية بتاعتها. في العلاقات كمان، اللي يحب الناس المكسورة عشان يحس إن هو مخلصهم، بس بعد كده هو يكتشف إن هو نفسه محتاج علاج. ومش هقولك يا فزلوك الصغير في الخدمة بيحصل إيه، بس تعالى هات ودنك كده وأقولك من غير ما حد يسمعنا. الخادم اللي شايل الكنيسة كلها والخدمة كلها كأن ربنا بيقول له أنا مستنيك تخلص الشفت يا حبيبي عشان أقعد معاك. الخدمة يا فزلوك الصغير لما تبقى هوية مش دعوة، بندمن دور المنقذ ونفقد الإنسان الحقيقي واحتياجاته اللي جوانا. وبرضه في الشغل، المدير المسيطر اللي بيدي دايما تعليمات وإرشادات خايف الناس تكتشف ضعفه، المدير اللي سوق إن السيطرة سرعة إنجاز وهو بيهرب من خوف الفشل. يعني كل واحد يا فزلوك الصغير عنده مثلث صغير جواه خاص بيه، بس الديكور بيختلف: كنيسة، بيت، شغل، خدمة، بس المسرح هو هو. وعشان كده يا فزلوك الصغير لما الهوية تهرب الدور بيستلم الشفت. وبصراحة كده يا فزلوك الصغير أنا مش هنا عشان أقولك أنا فاهم اللعبة ومتعافي منها تمام، بالعكس أنا جوه اللعبة دي قوي وزيك بالظبط وأكتر، وبحاول أتعافى. عارف الدور اللي بلبسه أكتر من اللازم وبحاول أتعافى منه. كلنا بنلعب الأدوار دي، بس الفرق إن في ناس بدأت تاخد بالها وناس تانية للأسف لسه فاكرة إن كده بطبعها. طب جرب كده واختبر واسأل نفسك مثلا، لو كل واحد بيشتكي تديله نصايح وتتعب بداله، فيك ريحة منقذ محترم جدا، انت احلى زبون لدور المنقذ ده. لو دايما بتقول انا الوحيد اللي بيتعب في الدنيا، مبروك عضوية مدى الحياة في نادي الضحايا. لو بتقول انا مش قاسي انا صريح وانت مكشر ومش مقدر اللي قدامك، مبروك عليك انت احسن ممثل في دور جلاد بس لابس بدلة الصراحة. يا فزلوك الصغير احب اطمنك مفيش جايزة اوسكار لاحسن ممثل في الدور ده وفي اللعبة دي، بس احب اقول لك ان في جائزة اوسكار جديدة عملوها لادراك الوعي، لما تكتشف انت اي دور من دول
بتلعبهم، وحاول بجد تدرب أسبوع واحد قبل ما ترد ولا تنصح ولا تحكم. خد نفس عميق واسأل نفسك، وأنا محتاج إيه دلوقتي؟ تقدير، سيطرة، تعاطف؟ بعديها اختار رد الفعل المناسب. بس خد بالك من نقطة مهمة جدا يا فزلوك الصغير، اللي بقوله ده دي مش محاولة عشان تحلل اللي حواليك وتقول يا مسكين ده ضحية، أو شوف العقربة دي جلاد. لا، ده عشان تبص جوه نفسك. دي مش فرصة تفحص الناس أبدا، دي فرصة حقيقية تبص على المراية وتشوف اللي هيبان فيها. الوعي هو أول خطوة في الشفاء. إنك تسأل نفسك أنا بعمل كده ليه؟ عشان أحب ولا عشان أتحب؟ أول ما السؤال ده يتقال أحب أقول لك إن أنت في بداية رحلة التعافي. كل واحد فينا جواه طفل صغير محتاج يتشاف، والدور اللي بتلعبه النهاردة هو الطريقة اللي الطفل اللي جواك بيحاول يثبت بيها إنه موجود ومن خلالها يتشاف. وده بالضبط اللي بيحصل في حياتنا، بس بدل ما نلبس ماسك إحنا بنلعب أدوار. بس أول ما تبدأ أنت تشوفه وتطبطب عليه بنفسك مش هتحتاج تمثل أي دور من الأدوار دي. وعلى فكرة يا فزلوك الصغير، دي مش نهاية المسرحية، ده أول مشهد في مسرحية رحلة الوعي. استناني الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج فزلكة وشوية دردشة، واللي هنتكلم فيه عن واحد من مثلث الدراما ده. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو دوت وسبسكرايب لو بتشوفني على قناتي على اليوتيوب، بجد ده بيدعمني جدا.